نعمل سلسلة تحضير ما قبل الديربي، شوية مقارنات ما بين لعيبة الأهلي ولاعيبة الزمالك قبل نهائي كأس السوبر المصري. وأول مقارنة معانا هي ما بين الراس حربة النادي الأهلي وهو جراديشار، والراس حربة نادي الزمالك وهو عدي الدباغ. راس حربة النادي الأهلي جراديشار لعب مع النادي الأهلي هذا الموسم 12 مباراة، سجل 4 تجوان، ما صنعش، خد إنذار وخد طرد وحيد. عدي الدباغ مع نادي الزمالك لعب 11 مباراة، سجل 4 تجوان، ما صنعش ولا جون، خد انذار وما خدش ولا طرد. نخش لتاني مركز وهو مركز الباك ليفت. المركز ده هناخد من النادي الاهلي احمد نبيل كوكا، ومن النادي الزمالك هناخد احمد فتوح. من النادي الاهلي احمد نبيل كوكا لعب مع النادي الاهلي 12 مباراة، سجل هدف، ما صنعش، خد انذارين وخد طرد وحيد. احمد فتوح مع النادي الزمالك لعب 9 مباريات، ما سجلش، صنع اسيست وحيد، ما خدش ولا انذار ولا خد ولا طرد. وبس كده.